السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستشار مرتضى منصور وأبرز تصريحاته. مرتضى منصور أو الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيتهم سيد عبد الحفيظ إن هو بيروح للصحراء قبل كل مباراة، وإن هو مسجله وهو عند الساحر، وهيطلع الفيديوهات دي بعد مباراة القمة. أدي واحد. اتنين، برضو المستشار مرتضى منصور قال ان محمد عواد معمول له عمل ان كل كورة تتشاط فيه تخش جون. مش ده عواد اللي كان مكسر الدنيا قبل كده؟ ودلوقتي بقى اي كورة تخش فيه جون. هو بغض النظر عن ان عواد وان سيد عبد الحفيظ وعمال ايه، هو الزمالك اصلا ما بيلعبش كورة عشان خاطر ان هو ايه، ان هو يستحق يكسب بصراحة يعني. انما موضوع الاعمال بقى والكلام ده، الكلام ده ما حصلش اصلا. وسحر اسود ايه اللي معمول، وسحر سفلي ايه اللي معمول، والكلام ده هو احنا مش في ادغال افريقيا يعني، عشان الكاميرون والسنغال والحتت دي هم اللي معروفين بالكلام ده. جنوب افريقيا وشدد المستشار مرتضى منصور برضو على اللعيبة إن الدوري هيبدأ من يوم السبت الجاي، يعني يوم الماتش. إن الزمالك كسب الماتش يبقى كده الزمالك هياخد الدوري، وبيفكرهم بالأتوبيس الكاشف اللي هما كان بيلف بيه السنة اللي فاتت لما احتفلوا بالدوري مع الجمهور. أنا بصراحة أنا أول مرة يعني أشوف رئيس نادي بيطلع يتكلم، يعني بيتكلم في كل حاجة، أو بيخش في الكلام ده بالذات يعني. يعني